السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم في قناة فكر سلامة لصيانة التوك توك. لو عايز تعرف على كل ما هو جديد في صيانة التوك توك او في تصنيع العدة اللي تصلح بيها التوك توك بنفسك، يبقى لازم تنزل معانا وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد مع فكر سلامة. يلا بينا. ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هصنع لكم عجلة للعفريتة دي، لان العجل الحديد بتاعها ما بلاقيش، بلف عليه كتير ما بدوخ على لما اجيبه، فبنركب لها عجل من التاني وبيلي بيبقى ضعيف شويه. هنعمل لها عجل حدادي حديد، يعني عندي صوره زي دي كده اهي، هجيب ماسوره واسعه زي دي هتبقى العجله بتاعتي اهي، هتبقى عجله حديد، هتبقى احسن من العجل اللي هو بيتباع كتير. لو يكن مثلا هنقطع منها 5 سنتي او 6 سنتي اهو. هي السرة 5 دي تبقى 6 ماشي، يبقى زي ده سنت عنها عشان العجلة تبقى عريضة شوية تديني دفعة. طبعا هنقص دي كده طبعا الماسوره معايا اهي، تكون ماسوره محمله مش ماسوره رقيقه. يعني الماسوره دي 8 مللي، الماسوره دي 8 مللي يعني محمله جدا. طبعا قطر العجله من بره قطر العجلة 75 مللي، قطر العجلة من بره 75 مللي. طبعا قطر عشان تبقى محملة ما تبقاش رقيقة تاكل معايا بسرعة 8 مللي. تمام، هنبردها كده. طبعا هنجيب الحتة اللي معانا دي هنشحطها في قلبها، اهي. هنلحمها بقى من هنا 4 بنط لحام كده، ونلحمها من هنا عشان نثبتها جواها. هنلحم دي وهنرجع لكم تاني نوريها لكم هي ملحومه. خلاص هي بقت بالشكل ده كده، لحمناها اهي من الجنبين وركبنا لها بليه جوه اهي. طبعا البليه لها رده هنا، لها رده هنا، ولها تيله هنا برضو جوه اهي، مكان التيله اهو. اهي بقت عجله حديد، هتبقى احسن من العجل اللي هيجي اهو، لان العجل ده ما بلاقيش اللي هو الحديد ده. هنيجي هنا مثلا نركب جلبه كده، وادي البليه اهي، جلبه بره، وهنركب عليها الصاموله. طبعا السن ده لسه هيتقص. بقت عجله حديد اهي. هنعمل لها عجله كمان قبلها وهنوريها لكم وهي راكبه برضه.
بس عملنا العجله الثانيه اهي. العجله الثانيه اهي نبيت فيها البليه بتاعتها. هي مش محتاجه تيله ولا حاجه، بس احنا عاملين لها مكان تيله برضه، مش هتحتاج معانا التيله. عجلة جميلة وخفيفة مية اهي. طبعا احنا عاملينها على بلي هنا وهنا، يعني بلي على العمود ده وبلي على العمود ده. هنجربها لكم برضو على التوك توك وهي بيرفع. ازيك يا استاذ احمد؟ هنجرب بس العفريته دي. هنجرب والاستاذ احمد قاعد فيها برضه اهي. اهي خفيفه خالص. كده قدرنا برضو نصنع العجلة، نعمل عجلة حدادي استحالة تبوظ ولا تتكسر طبعا. مش شرط طبعا نعمل العجلة دي بس للعفريتة، لا احنا نعملها لأي حاجة تانية. يعني عاوز تصمم أي عجلة لأي حاجة تصممها. في كواريك اللي هي كواريك التمساحة بتاع الورش، طبعا العجل بتاعها بيبوظ ما بيتباعش طبعا، ممكن اي حد يعمل له العجل ده للكواريك التمساحه دي. شكلها بالظبط شكل الكوريك التمساحه اللي هو بتاع ورش الكاوتش الكوريك الكبير، وهيبقى اقوى من بتاع الكوريك. دي حاجه هتبقى قويه عنها كتير، يعني مش شرط نعملها للعفريته دي، نعملها لاي حاجه. عجله قويه اهي ومش هتكلفك حاجه. شكرا.